أهلا بيكم. النهاردة الفيديو هيبقى مختلف شوية، وهنغير المقدمة بتاعتنا لأن احنا هنشوف المطبخ ده قبل ما يتعمل، وبعد كده هنشوفه بعد ما اتعمل كمطبخ مش كتشطيب. يلا بينا نشوف المطبخ وبعد كده هرجع لكم تاني. المطبخ يطلع بشكل بروفيشنال أو شكل كويس جدا. تعالوا بقى نتفرج على المطبخ ده بعد ما اتعمل بقى شكله عامل ازاي. يلا بينا. اهلا وسهلا بيكم. النهارده مطبخنا من التجمع الخامس من منطقه البنفسج. تعالوا بقى نشرح المطبخ شرح عملي وشرح تفصيلي ايه اللي عملناه بالظبط وايه التفاصيل اللي عملناها. بدانا هنا بدولاب فرن وميكرويف. طبعا كان تاسيس الغاز في الجزئيه دي
فحبيت ان انا اخلي احتياجات الغاز جنب بعض، وحبيت ان انا اخلي الفرن في دولاب مستقل بالشكل ده. طبعا دولاب الفرن زي ما احنا متعودين بيبقى تحته ادراج، وبعد كده جزء هوايه، وبعد كده الفرن، بعد كده الميكرويف. طبعا في اجزاء ثابته علشان الفرن 90، وبنخلي دي ضلفه بحيث ان هي لو في اي احتياجات لفصل فيشه كهرباء او كده خاصه بالفرن او بالميكرويف. بعد كده عندنا وحده تخزين علويه بالشكل ده، وحده عميقه جدا تخزينها كويس جدا لجزء الدولاب ده. بعد كده عندنا منطقه البوتاجاز. انا حبيت طبعا اخلي ماسوره الغاز متوسطنه ما بينهم. طبعا شركه الغاز هي اللي عملت التوصيله بالشكل ده. مساحه كافيه جدا شمال البوتاجاز علشان يبقى معايا لو هسند حاجه او هحتاج الجزئيه دي يبقى معايا، لازم يكون معايا مساحه خدمه. في نفس الوقت النار تبقى بعيده عن اي جنب خشب، وبرضه مساحه الخدمه اللي على اليمين مريحه. هنا وحده ادراج للرفايع، ادراج اعمق شويه، ودرج اخير. زي ما انتم شايفين المقابض ماشيه كلها متناسقه مع بعض بالشكل ده، وده الفكره من التقسيم الادراج بالشكل ده. تحت البوتاجاز برضو نفس القصه، عندنا درج متقسم للمعالق وللشوك، او منظم درج زي ما انا بسميه، وادراج طبعا تحت للحلل. تكون ادراج للحلل اللي انا بستخدمها يوميا، اللي انا بستخدمها على طول، مش الحاجات اللي بتطلع في عزايم وهكذا. دي منطقه الخدمه الاساسيه بتاعت ست البيت اللي هتستخدمها يوميا. بعد كده ترول الزيت للبهارات، لازايز الزيت، لمكرونات، رز، وهكذا، الحاجات الاحتياجات السريعه اللي بتحتاج ارتفاع عالي شويه. طبعا انا بحب اعمله تفصيل مش جاهز علشان بيبقى عمره الافتراضي اكبر والتحميل فيه احسن واشيك في الفتح وفي القفل. بعد كده بقى عندنا كورنر التخزين اللي هيكون للحاجات اللي انا ما بطلعهاش كتير، لكن برضو كل جزء فيه باين، مفيش نقط عاميه فيه، مساحه كبيره جدا للدخول ومساحه كاشفه المنطقه بالكامل. بعد كده عندنا وحدة الحوض. وحدة الحوض زي ما انتم متعودين بنعملها من خامة مقاومة 100% للمية، بحيث ان لا قدر الله حصل اي تسريب من الحوض، اي تسريب من السباكة، ما يبقاش في اي مشكلة على الوحدة. الوحدة دي من خامة البورديوم. بعد كده عندنا اكسسوار سلة الزبالة، ومكان اضافي لو العميل حابب يضيف فلتر مية او للاحتياجات الاخرى. مكان غسالة الأطباق اللي أصبح على اليمين في مكان متناسق. مساحة الرخام زي ما انتم شايفين متناسقة جدا حوالين الحوض، مساحة مثالية ما بين البوتاجاز والحوض بشكل كويس وبشكل مستخدم. طبعا هنا عندي عمود، عشان كده أنا استغليته بالتجاريد بالشكل ده، هنشرحها قدام شوية. بعد كده الناحية التانية عندنا كورنر برضه تخزين. حرف الدنيا فيه برضه واسعة برضه الحاجات اللي أنا محتاج أخزنها. إحنا كبيوتنا كمصريين فيها تفاصيل كتير وتخزين كتير، فدايما بنخلي الأجزاء اللي هي التخزين السريع اللي بحتاجها يوميا في أماكن، والتخزين الفترات كتير أو الحاجات الإضافية بيبقى في مكان تاني أفضل. بعد كده عندنا درج رفيع في الجزئية دي برضه. بعد كده أدراج الخضار حبيت أخليها في الجزئية الأقرب للدخول. هنا غسالة الملابس دي، غسالة الملابس دي أكبر من الحجم اللي بيتحط تحت مساحة الرخام، واللي هي غالبا بتكون من فوق ال 13 كيلو أو من فوق ال 12 كيلو، بتكون بالحجم ده. طبعا ما ينفعش ان احنا نحطها تحت الرخام، وما ينفعش ان احنا نجبر المطبخ ان احنا نحطها تحت الرخام، لان ده هيدينا سطح عمل عالي جدا في الاستخدام، وده مش هيبقى مريح لست البيت، وهيعمل مشاكل في ظهرها، ومش هتبقى مش بتشتغل بشكل مريح. زي ما شفتوا المطبخ لما كان معمول على الارتفاع ده، فست البيت كان شكوتها ان انا مش مرتاحه في استخدامي لسطح المطبخ. بعد كده خدنا هنا ضلفتين نيش بالشكل ده. طبعا حبيت ان انا اخليهم تفاصيلهم هاديه، خليتهم تاتش بالشكل البسيط ده جدا. مكان كده ظريف يدي برضو احساس بالفخامه شويه في المطبخ. المطبخ لما بندخل فيه اكسسواراته والاحتياجات بتاعتنا بتبقى شكلها ظريف جدا في المطبخ. بعد كده عندنا منطقه الثلاجات اللي احترمنا العمق بتاعها اللي متساوي مع عمق الغساله. بالمناسبه الغساله دي عمقها كبير وارتفاعها كبير وعرضها كبير عن الغسالات اللي هي بتتحط تحت مستوى الرخام، فطبعا كانت متناسقه معانا مع الثلاجات اللي قفلت معانا بالظبط على نهايه بار الباب بتاع المطبخ. بعد كده عندنا في الجزء العلوي برضو تخزين محترم جدا
مع مراعاة إن الجزء اللي فوق ما بيبقاش عمقه للآخر عشان التهوية الخلفية الخاصة بالتلاجات. إحنا كده خلصنا الجزء السفلي والاحتياجات الأساسية، ندخل بقى على الجزء العلوي. عندي شباك كبير في الجزئية دي. ما حبيتش إن أنا ألعب فيه أو إن أنا أغير فيه، خصوصا الشبابيك الدوران مش هتديني فكرة تقفيل بشكل كويس. مع اختلاف منسوب الارتفاع احنا مش واخدين المطبخ على طول علشان نقدر نستغل الجزئية دي، وعندي عداد غاز زي ما انتم شايفين. فالموضوع هنا ما كانش مفضل بالنسبة لي إن أنا أقفله، خصوصا إن أنا عندي هنا ارتفاع وعندي هنا ارتفاع تاني. فحبيت إن أنا أفصل تماما الجزئين عن بعض، لكن يترابطوا بالشكل، يترابطوا بالشكل مش ان الوحدات تقفل مع بعضها. فكان ابعد نقطه طبعا هتكون المطبقيه. انا اعتمدت ان انا عندي الحوض، عندي غساله الاطباق. غساله الاطباق لما احتاج افضيها هقف في الناحيه دي، فمدي مساحه كورنر بحيث ان انا وانا فاتح غساله الاطباق، خلونا نفتحها كده، وانا بستخدمها معايا مساحه ان انا اقدر اقف فيها، وعندي المطبقيه بالشكل ده اقدر اطلع حاجاتي وارصها بمنتهى الاريحيه. فهي المساحه دي انا سايبها علشان خاطر النقطه دي، وده يمكن مخليني مرحل الحوض شويه عن الشباك. يعني هو بشكل مش باين لان الشباك كبير. طبعا هنا المطبقيه بميكانيزم عادي من ضمن اكسسوارات المطبخ الاساسيه، ما بيكونش عليها سعر اضافي عكس الميكانيزم البلوم اللي احنا متعودين عليه، لان حاليا اصبح غير متوفر للاسف وسعره خزعبلي. بعد كده عندنا كورنر حرف ال فيه سخان فوري. تم تجهيز الكورنر بالكامل بحيث ان هو يتناسب فيه وجود السخان، وفي نفس الوقت اقدر استخدمه كتخزين. الوحده الارضيه بتاعتها مش للاخر، الظهر بتاعه مش خشب، بحيث ان لا قدر الله حصل اي مشكله في السخان، اي تسريب ميه او اي حاجه ما تاثرليش على الخشب بتاعي، محافظ على المطبخ اكبر قدر ممكن. بعد كده عندنا وحده تخزين عريضه جدا في الجزئيه دي عشان نختم بيها العلوي في الناحيه دي. بعدين عندنا بقى الجزء العلوي فوق خالص. انا طبعا ارتفاعي الوحده هنا 80 سم، فعالي طبعا الجزء ده. حبيت ان احنا نعمل جزء تخزين فوق بحيث ان هو يضيف تخزين للمطبخ. المطبخ في الاخر عندي اجزاء كتير مهدره قوي، حبينا ان احنا نضيف تخزين علوي للحاجات اللي ما بنحتاجهاش يعتبر غير كل شهر مره، كل 3 شهور مره. فمكان مناسب جدا للتخزين، وتخزين كبير جدا. يعني خلينا نشوف ضلفه كده. ده التخزين عندنا زي ما انتم شايفين ما شاء الله واسع. طبعا بعمق 60 هنا، فالموضوع ظريف جدا. تعال ننقل للناحيه الثانيه. طيب عندي هنا عمود، وعندي هنا كاميرا، وعندي هنا مستوى ارتفاع اقل من الستاندر بتاع المطابخ. محتاج ان انا اطلع التكوين ده. الكاميرا طبعا دي نهايتها هنا، وبعد كده جزء فاضي. الشكل صعب جدا والشكل سيء جدا. كان لازم نحط فكره تدمج المنطقه دي وتخليها بدل ما هي مشكله تبقى ميزه، او تبقى شكل او هي نقطه القوه اللي في المطبخ. وهو ده اهم حاجه في حل مشاكل المطابخ، ان نقطه الضعف تبقى هي نقطه القوه. خدت تجليده هنا على العمود، ومشيت فيها بروفايل ليد يبقى ماشي داير ما يدور لحد ما ينزل تاني على الحيطه هناك. برضه التجليدة الخشبي اللي هي في جنب الفرن كملتها في السقف ونزلتها هنا كتكملة للتجليدة بالشكل ده. انتهى العمود، بدأ جزء كده غاطس من بعد العمود، استغلته كرفوف. يمين البوتاجاز ممكن استخدمها للتوابل، ممكن استخدمها كاكسسوارات، استخدمها استخدامات كتير. مكان بدل ما كان متهدر او ان هو يبقى مساحه رخام كده داخله، لا هو ليه استخدام هيبقى ظريف جدا. بعد كده وحده التخزين هنا في الجزئيه دي ظريفة جدًا كده، حاجة بسيطة، وفي نفس الوقت مخلّيين طبعًا الزاوية بتاعتها واسعة في الفتح، بحيث إن هي جاية في corner، فيبقى في أريحية في الاستخدام من أي زاوية، ودي نقطة مهمة جدًا. في طبعًا هنا جزء كده ضلفة صغيرة عاملينها للصيانة بتاعة حاجة الكهربا، بروفايل LED وهكذا. كان مكان مميز إن إحنا نستغله للجزء ده، الترانسات والحاجات اللي بيحتاجها البروفايل LED وهكذا. ومكان فيه تهوية، وسايبين له تهوية كويسة برضه، بحيث إن هو يبقى مكان ظريف ونبعد بقى عن أي مكان تاني مكشوف. بعد كده عندنا ضلفة ازاز يمين وشمال الفلتر، اللي هو الفلتر اصلا كمان ازاز معانا. فاصبح في نقطه جماليه هنا في الجزئيه دي، وهي اول نقطه او اول جزء هيقع عليه عينك اول ما تدخلي المطبخ. هيبقى لازم يكون اول لقطه للمطبخ دايما تكون مميزه في المطبخ، دي بتفتح نفسك اكتر لما تدخلي المطبخ.
النقط النفسية في تصميم المطابخ وترتيبها بتكون مهمة جدا. بس زي ما شرحنا بقى ايه دولاب النظافة، نهينا الجزئية دي، فأصبح عندنا هنا الجزء ده بالكامل متداري، وعندنا مواسير الرخام كمان اتدارت في التجاليد دي. يعني يعتبر باينة، بس في الجزء ده طبعا في دهان لسه هيدهن للجزئية دي، هيبقى شكلها ألطف من كده بكتير. الجزيرة زي ما انتم شايفين يعني كانت جزء ظريف في المطبخ، ان احنا ادينا مساحة رخام إضافية في نص المطبخ، وبرضه مساحة تخزين، وبرضه مساحة قعدة. مساحة الحركة في المطبخ كانت مساعدة لده. فدي جزء القعدة زي ما انتم شايفين، نقدر نقول تاخد 3 أشخاص، شخص في الجزئية دي، وشخص عكسه، وشخص مكاني كده مكان ما أنا واقف. عشان كده عاملين المكان ده مفرغ، بحيث إن اللي يقعد يبقى رجله تحت الرخام ويبقى قاعد بأريحية. في الغالب استخدامها بيكون أكتر لست البيت، عشان تقعد وهي شغالة في المطبخ أو بتجهز، يبقى معاها مساحة شغل حلوة وهي قاعدة. الموضوع ده بيريح جدا ستات البيوت. بعد كده عندنا وحدة تخزين، برضو خليتها قريبة للحوض، وخليت من ناحية الحوض تكون تقسيم معالق وشوك زي ما انتم شايفين كده، أو منظم درج، تكون ظريفة جدا. بعد كده عندنا أدراج برضو عميقة، لو حابين نحط فيها مثلا أطباق أو حاجة، خصوصا إن غسالة الأطباق بتطلع حاجة ناشفة، فممكن أرصها على طول في الدرج بدل المطبخية. فحبيت إن أنا أخليها أقرب جزء لمنطقة الغسيل عموما، بحيث إنها تكون مكان قريب، لأن المطبخية بعيدة شوية. فكان ده حل برضو يريح التباعد ده. لكن استفدت إن أنا عندي الحوض في منطقة إضاءة ظريفة، في منطقة تهوية برضو ظريفة، في حالة إن أنا فاتح الشباك. فمكان بقى منسق أكتر، زائد إن مساحة الخدمة دي برضه بتساعد وأنا على البوتاجاز بتعامل معاها، أو بجهز حاجة هنا وأرجع أتعامل مع البوتاجاز. النقط دي بتريح جدا في شغل المطبخ، بدل ما أجي من النقطة دي لآخر نقطة في المطبخ وأرجع تاني وهكذا. في النهاية، اختيارك للخامة، اختيارك للمكان اللي ينفذ، هو هيوفر عليك كتير. بند الرخام طبعا من الحاجة اللي هتظهر جمال مطبخك، واللي هتحافظ على عمر الافتراضي لمطبخك. من نظافة الناس اللي هتشتغل في الرخام. الرخام مهم جدا في بند المطابخ، وبيحافظ جدا على المطبخ لو اتعمل بشكل صحيح، بيفتح نفسك جدا على المطبخ، لان هو الحاجة اللي انت هتتعاملي معاها 90% من احتياجاتك في المطبخ. بس ده كان مطبخنا النهارده. طبعا الخامات زي ما انتم متعودين، في الاخر خامه اليوفي لاك، اللون اللي مشهورين بيه، المقبض البلت ان الذهبي، الكونتر الداخلي كينج شرقاوي 5 بلاي حور. ده انضف كونتر من وجهه نظري في السوق. ايه تاني عندنا؟ المفصلات تايتوس اوروبي سوفت كلوز، ومجرى الادراج هنا بلوم نمساوي، ويعتبر ده اخر مطبخ مجرى الادراج بتاعته بلوم. بس ده كان مطبخنا النهارده من التجمع الخامس. ان شاء الله اشوفكم في مطابخ جديده في اماكن جديده. ما تنسوش بقى لايك وشير والكلام ده. يلا، مع السلامه.